في ظهور جديد أثار جدلاً واسعاً، أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة بعد حفله الأول الذي قوبل بانتقادات لاذعة بسبب ظهوره ببدلة رقص أثارت غضب عدد كبير من المتابعين. أما في الحفل الأخير فقد اختار رمضان الظهور على المسرح جالساً على كرسي ذهبي واضعاً تاجاً على رأسه في مشهد وصف بالاستعراض والمبالغ فيه، واعتبره البعض دليلاً على جنون العظمة، خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضده. رمضان بدا غير مكترث بتلك الانتقادات، وواصل أداءه بثقة لافتة، إذ بدأ الحفل بأغنيته الشهيرة نمبر 1، تلتها أغنيته الجديدة أنا غايظهم، التي اعتبرت محاولة متعمدة لاستفزاز الجمهور والرد بشكل غير مباشر على الهجوم الذي طاله. واحدة من أبرز لحظات الحفل كانت عندما ألقى أحد الحضور جواز سفر على المسرح في تعبير واضح عن رفضه لرمضان، إلا أن الفنان رد بطريقة اعتبرها البعض استفزازية، حيث التقط الجواز وقبله بأسلوب وصف بالساخر، مما أجج حدة الانتقادات الموجهة له. وتفاوتت ردود الفعل داخل الحفل، فبينما بدا التفاعل من الجمهور الأجنبي محدوداً، رصدت قلة من الحضور تتابع العرض بدافع الفضول لا الإعجاب، ما دفع البعض للتساؤل عما إذا كان بعض الحاضرين حضروا العرض مصادفة، خاصة في ظل ضعف الحضور الفعلي والتفاعل الملحوظ. يرى عدد من النقاد أن محمد رمضان يتعمد إثارة الجدل للبقاء تحت الأضواء، ولو على حساب الذوق العام وصورة الفنان المصري في المحافل الدولية. كما يحمل البعض الجمهور جزءاً من المسؤولية، معتبرين أن استمرار متابعة أعماله يمنحه شرعية غير مستحقة ويعزز من حضوره رغم الانتقادات المتكررة. يسلط هذا التقرير الضوء على العلاقة المتوترة بين محمد رمضان وجمهوره، ويطرح تساؤلات جوهرية حول دور الفنان في المجتمع وحدود المسؤولية الفنية ومدى تأثير المحتوى الفني على الذوق العام والسلوك الجمعي، خصوصاً في أوساط الشباب.